هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في ساعة منتدى السبت. أنا أمل علي أحييكم اليوم 13 من فبراير وبرفقتي الزميل جمال عثمان همد. مساء الخير جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير المستمع الكريم. يا هلا جمال. أعزائي المستمعين، سنبدأ وكالعادة هذه الساعة بنشرة لآخر تطورات الأخبار. بعد ذلك نعود مع جمال لنتابع أهم أحداث الأسبوع، ومن ثم تتابعون أعزائي المستمعين حوارا كنت قد أجريته مع المناضل السيد منجست آب أسمروم رئيس حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، وحورناه عن الحزب وعن الأوضاع السياسية كافة. أتمنى أن تبقوا معنا وأهلا بكم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: انتهاكات كبيرة في معتقل تسني، والنظام يبدأ مسرحية دعائية هزلية. المقر الجديد للجالية الإريترية في العاصمة السودانية الخرطوم يشهد اشتباكات عنيفة بين معارضي النظام ومؤيديه. محكمة أمستردام تحكم لصالح البروفيسور مريم فان رايزن. وفاة المناضل محمود إسماعيل الحاج في لندن. الأخبار بالتفصيل. يشهد معتقل تسني التابع لما يسمى بوحدة حرس الحدود والمشهور بمعتقل رقم 5 انتهاكات واسعة يتعرض لها المواطنون الأبرياء، خاصة من قبل مسؤول قسم التحقيقات المدعو إسياس جينسينا، والذي يمارس أساليب تعذيب وحشية أثناء التحقيق أدت إلى الموت والإعاقة الدائمة للكثيرين. وذكرت مصادرنا أن الأسبوع الماضي شهد موت المواطن أيوب المشهور بود عيلة برعد نتيجة للتعذيب الوحشي الذي مارسه عليه المدعو جين سينا، وأصبح حديث الشارع الذي يحمله المسؤولية القانونية المباشرة لكل الانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرض لها المواطنون في هذا المعتقل الرهيب. من جهة ثانية، أفادت مصادرنا بأن النظام في خطوة دعائية بحتة قام يوم الأحد الماضي بإطلاق سراح 45 من المعتقلين من طائفة البنتة، بينهم 15 امرأة كانوا جميعهم معتقلون في سجن معطر سيء الصيت لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية. وتندرج هذه المسرحية في إطار تبييض وجه النظام أمام المجتمع الدولي الذي يضغط على النظام لتقديم المعتقلين إلى محاكمة عادلة وتوفير التسهيلات القانونية لهم. وتشير الأنباء إلى أن أغلب المعتقلات تقوم في الوقت الحالي بعملية إطلاق للمعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة كالإعاقة الدائمة التي تسبب فيها الممارسات الوحشية أثناء فترة الاعتقال الطويلة، وذلك مثل العمى الذي نجم عن الاعتقال في بيوت تحت الأرض لفترات مستمرة وطويلة، أو المرضى الميؤوس من حالتهم والذين هم على مشارف الموت. وتحدثت مصادرنا أيضا عن إطلاق سراح فتاة مع طفلها الذي أنجبته نتيجة لتعرضها للاغتصاب داخل المعتقل، كما تم إطلاق سراح المواطنين سالم محاراي وفتوي سلمون اللذان نشر أهلهما صورهما بحثا عن أخبارهما قبل أكثر من عامين في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
مضيفة إلى أن النظام الاستبدادي لا يقوم بعملية إطلاق سراح إلا وتتبعها حملة اعتقالات جديدة تستهدف مواطنين آخرين، والمعروف أن معتقلات النظام تشهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وتمارس فيها أنواع متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية التي تتسبب في فقدان العديد من المواطنين لحياتهم. شهد المقر الجديد للجالية الإريترية في الخرطوم والكائن في حي الصحافة قبل أيام قليلة اشتباكات عنيفة بين معارضي السياسات التي تتبعها حكومة الاستبداد ومؤيديها. أسفرت الاشتباكات عن إصابات بليغة بين الطرفين، وحسب مصادرنا من الخرطوم بدأت الاشتباكات بنقاش حاد بين شابين، أحدهما معارض للنظام الذي يؤكد من خلال نقاشه أن السياسات تسببت في هروب الشباب ومعاناة الشعب الإريتري تحت وطأة الاستبداد، وبين اعتراض الشاب الآخر محملا الشباب تبعات معاناتهم. وسرعان ما احتدم النقاش بينهما وأدى إلى التشابك بالأيدي، والتحق بهما مؤيديهما الذين استخدموا الأيادي والكراسي والزجاج، مما ألحق أضرارا بممتلكات المقر فضلا عن الأضرار الجسدية البالغة التي طالت الطرفين. وحسب مصادرنا أيضا تأتي هذه الاشتباكات مباشرة عقب تلك التي شهدها مقر الجالية الإريترية بحي جريف التابع للنظام قبل فترة ليست طويلة، وقد هرعت قوات من الشرطة السودانية إلى المقر وفضت الاشتباكات بصعوبة وقامت باحتجاز عدد من المشتبكين. صدر يوم الأربعاء 10 من فبراير الجاري حكم المحكمة في أمستردام لصالح البروفيسور مريم فان رايزن في الدعوى القضائية التي أقامها ضدها مسرت بهلبي مسؤول الاتحاد الشبيبة التابع للنظام في أمستردام. وأثبت حكم المحكمة موضوعية الأدلة التي تقدمت بها البروفيسور مريم عبر محاميها، وتؤكد اعتبار اتحاد شباب هيكدف ذراع من أذرع استخبارات نظام الجبهة الشعبية الدكتاتوري الحاكم في أسمرة، وبالتالي بطلان دعوى مسرت بهلبي عضو اتحاد شبيبة هيكدف في هولندا، والتي طالب فيها برد الشرف من البروفيسور مريم وتعويض مادي قدر ب25,000 يورو. وكانت البروفيسور مريم فان رايزن المسؤولة السابقة في الاتحاد الأوروبي وأستاذ القانون قد كشفت لوسائل الإعلام الهولندية تورط بعض العناصر الاستخباراتية للنظام الإريتري لدى اتحاد شباب هيكدف في هولندا بتزوير معلومات طالبي اللجوء الإريتريين، مستغلين وضعهم كمترجمين، ومن ضمنهم مسرت بهلبي وشقيقيه. ومن ناحية أخرى علم ممثل مكتب الإعلام والثقافة لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية في هولندا أن شقيقي بهلبي بصدد تقديم دعوى أخرى ضد دائرة الجوازات والهجرة الهولندية، مطالبين بتعويضات مالية قدرت ب80,000 يورو. وكان الأخوة الثلاث مسرت بهلبي وشقيقاه يعملون مترجمين لدى دائرة الهجرة والجوازات الهولندية، لكنهم أوقفوا عن العمل بعد انكشاف تورطهم في قضية تزوير معلومات وأقوال طالبي اللجوء أثناء إجراء تقديمات طلبات اللجوء. هذا وقد كان بهلبي قد بادر مدفوعا من قبل نظام أسمرة بتقديم دعوى في 27 من يناير المنصرم ضد البروفيسور مريم فان رايزن التي كسبت القضية لصالحها الأربعاء الماضي. وجاء في حيثيات نطق المحكمة أن البروفيسور مريم كانت محقة في كل الدفعات التي قدمتها، إذ ثبت للمحكمة أن المدعو مسرت بهلبي عنصر مؤيد للنظام في أسمرة فعلا ويمارس نشاطات داعمة له. كما أثبت الحكم أن العديد من طالبي اللجوء من الإريتريين الذين ترجم لهم مسرت زورت إفاداتهم أثناء الترجمة، كما ثبت بالفعل أن البروفيسور مريم وإريتريين آخرين تلقوا تهديدات من عناصر التابعة للنظام في هولندا. وأخيرا وبقلوب يملأها الحزن والأسى، ودع الإريتريون المقيمون في لندن في موكب مهيب المناضل الجسور محمود إسماعيل الحاج الذي توفي في 10 من فبراير الجاري إثر مرض لم يمهله طويلا. ولد الفقيد في قرية حمبرتون بضواحي عدقيح أكولوغزاي في عام 1943. تلقى تعليمه حتى المرحلة الثانوية في إريتريا متنقلا بين عدقيح وسنعفي وأسمرة. بدأ اهتمامه بالعمل الوطني مبكرا، حيث كان من أوائل الملتحقين بحركة تحرير إريتريا، وبعد فترة من العمل الداخلي اتجه إلى الخارج. بدأ يؤدي واجبه الوطني والتنظيمي بكل إخلاص وتفان، ثم التحق بجبهة التحرير الإريتريا مع مجموعة كبيرة من قيادات ومناضلي حركة تحرير إريتريا. وصل دوره النضالي كممثل لجبهة التحرير الإريتريا في العراق، ثم أصبح ممثلا للجبهة في المملكة العربية السعودية.
وبعد الانقسامات التي شهدتها جبهة التحرير الإريترية أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لجبهة التحرير الإريترية التنظيم الموحد. إن المسيرة النضالية الثرية للمناضل الكبير محمود إسماعيل الحاج مليئة بالعطاءات لخدمة شعبه ووطنه، ويعتبر من القيادات التي ساهمت في خلق العلاقات النضالية بين الثورة الإريترية والدول العربية الشقيقة. فضلا عن دوره النضالي، هذا عرف الفقيد باهتمامه بتاريخ الشعب الإريتري بكافة مكوناته، وله إسهامات متعددة في ذلك. رحم الله الفقيد ولأسرته الصبر والسلوان. نهاية النشرة. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق. لم تخمض الأشواق في أعماقنا، لن ينزوي نحن الطريق. لم تخمض الأشواق في أعماقنا، لن ينزوي نحن الطريق. الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رقم المجازر والحريق. أحبابنا أهلا بكم مجددا، وعودة مع الزميل جمال. يعني هناك أحداث كثيرة حدثت مؤخرا، ومن أبرزها موضوع اعتقال المناضلين، المناضل حسين خليفة والمناضل عبد الله حمدوي من قبل قوات الأمن السودانية في 30 من يناير وحتى اليوم. نبدأ بهذا الحدث جمال. نعم أمال، هو حدث الساعة على المستوى الإريتري، ويفترض أن يكون حدث الساعة على مستوى منطقة القرن الأفريقي، لكون الاعتقال تم لرئيس تنظيم سياسي إريتري، لرئيس القيادة المركزية للتحالف الديمقراطي الإريتري، لرمز من رموز النضال الإريتري الذين لم يتوقفوا أكثر من 50 عاما من النضال من أجل تحرير البلاد، ثم من أجل إحداث التغيير الديمقراطي في إريتريا. هذا الأمر ليس بهذه السهولة، ليس بهذه البساطة. هو إساءة مباشرة للشعب الإريتري، إساءة مباشرة للقوة السياسية الإريترية، إساءة مباشرة أيضا للعلاقات الشعبية والوشائج التي تربط السودان بإريتريا، وبالتالي عن جدارة واستحقاق يحتل هذا الأمر حدث الأسبوع الماضي. نعم بالتأكيد جمال. هذا الحدث رافقه الكثير من القلق والتوتر والترقب في الأوساط الإريترية بشكل عام في كل مكان حول العالم، جهات رسمية وأخرى، وهناك جهود كثيرة وحثيثة تجري من أجل التدخل ويعني معرفة مجريات هذا الحدث، وأيضا هناك وعود بإطلاق سراحهما. ولكن جمال، يعني أن يعتقل يعني هذين المناضلين، وخاصة أننا نعلم أن هناك ظروف صحية محيطة، وخاصة بالمناضل حسين خليفة، وعدم يعني التحدث رسميا أو حتى التصريح بمكان اعتقالهما بوضعهما من قبل السلطات السودانية، ألا يبدو كثيرا بالنسبة لمناضلين بهذا الحجم؟ نعم أمال، أولا عملية الاعتقال نفسها تتم خارج السلطات العدلية والشرطية، وبالتالي لا يسمح لهما بتوكيل محامي أو الاطلاع على أوضاعهما الصحية أو على اطلاع جهة قانونية على التحقيق و يعني تقدير التهمة ثم تقديمهم للمحاكمة. الأمر كله يتم في أقبية جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بعيد عن أي سلطة قضائية، وبالتالي هذا الأمر يقلق الإريتريين، لكونه هناك أي جهة أخرى معادية للمعارضة الإريترية وللشعب الإريتري يمكن أن تخش على الخط وتفعل ما تريده. هذا جانب أيضا مهم، بجانب ما أشرت إليه أو أشار إليه الكثيرون، أنه صحة الرجل لا تحتمل الاحتجاز الطويل. أيضا
يعني لا تحتمل الإساءة عليه. ونحن بنعرف جميعا أنه أجهزة الأمن والمخابرات، المقرات التي تستخدمها لاحتجاز الناس هي يعني أماكن غير صحية وغير لائقة بالإنسان أمان. نعم بالتأكيد. نتمنى يعني حقيقة أن يتم الإفراج عنهما بأسرع وقت ممكن. ولكن ضمن هذا الحدث أيضا جمال لاحظنا العكس الذي قام به الكثير من الناشطون والمهتمون بهذا الشأن، سواء جهات رسمية أو أفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي يعني يعني حركة أو نشاط أو تفاعل يوحي أو تدل على أن مستوى الوعي في ارتفاع كبير، وأن الشباب والجهات الرسمية وكل الحقوقيين أصبحوا أكثر وعيا بألا تساهل أو تنازل أو سكوت عن مثل هكذا انتهاكات. جمال. نعم أمال، هذه الأنظمة المتحجرة لا تستطيع مواكبة التطورات العالمية الآن. هي تحجز المعلومة وتمنع تداولها، ولكن لا تستطيع الآن، هذا زمان طبعا، لكن الآن لا تستطيع ذلك. وبالتالي الاستفتاء الحاصل الآن في شخصية حسين خليفة وعبد الله حمدون باعتبارهم مناضلين إريتريين يرفضوا أن يحتجزوا من قبل أجهزة أمنية، أعتقد هذا لصالح المعارضة الإريترية صوت كبير وكبير جدا. نعم. للإريتريين وصل في كل مكان. هذا الأمر يعني أيضا يفترض أن يقلق السلطات الأمنية السودانية والسلطات الأمنية الإريترية إنه لا يمكن إخفاء الحقيقة، لا يمكن إخفاء المناضل، لا يمكن يعني ممارسة ما كان يتم خلال 10 أو 20 سنة الماضية. نعم. أيضا القوى السياسية الإريترية عبرت عن رأيها صراحة وبشكل سياسي أعتقد واضح، ويعني أوصلت رسالتها للإريتريين كافة وللسلطات السودانية بأنه هي لا تقبل مثل هذه الاحتجازات. نعم. السودان أمال من حقه أن يمنع العمل السياسي الإريتري المعارض من داخل أراضيه، لكن ليس من حقه أن يحتجز مناضلين إريتريين إلا ضمن شروط تتوفر فيها كل أركان العدالة لكي يتاح لهم الدفاع عن نفسهم. نعم بالتأكيد جمال. عموما سنترك هذا الموضوع عند هذا الحد، ونحن سنتابع في صوت المنتدى تفاصيل هذا الموضوع وسنوافيكم بها أعزائي المستمعين. جمال، نتمنى ونناشد جميع الوطنيين السودانيين وجميع القوى الحقوقية والمدنية بالعمل والسعي من أجل إطلاق سراح هؤلاء المناضلين. جمال. نعم أمال، لو سمحتي لي يعني في الدقائق المتبقية أن ألفت نظر المستمع إلى أنه المعارضة السودانية أحزاب ومنظمات، أفراد وشخصيات لم ترفع صوتها حتى الآن، وقد مضى يعني أكثر من أسبوعين على احتجاز واعتقال المناضل حسين خليفة، وهذا أمر معيب. أعتقد سيكون ضارا بالعلاقة بين الشعبين، سيكون ضارا بالعلاقة بين القوى السياسية السودانية مدنية كانت أو سياسية والقوى السياسية الإريترية. المستقبل للمعارضة الإريترية في إحداث التغيير في إريتريا، المستقبل للشعب الإريتري، ولا مستقبل لهذا النظام القائم في إريتريا. وبالتالي أنا لا أطالب، بل أنا يعني أحس بألم بهذا الصمت، سواء كان مقصود أو غير مقصود، من القوى السياسية السودانية ومن المواقع الإلكترونية السودانية ومن قادة الرأي في السودان. يا بالتأكيد موقف مؤسف ومدعاة فعلا للتساؤل، وهو ليس بجديد. هناك صمت تجاه القضايا الإريترية منذ زمن طويل. عموما سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل في برامجنا القادمة. جمال. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو الذي ستحدثنا عنه جمال، ونبدأ من عندك. أمال، يعني درج النظام الإريتري أن يبيض وجهه بين الفئة والأخرى، سواء كان عبر وسائل إعلام عربية أو إعلام دولي أو عبر استكتاب عدد من الرموز والشخصيات
الصحفية العالمية لكي يحاولوا إيجاد التبرير له لهذا الوضع المخزي الموجود الآن. الآن يتم التركيز بشكل مباشر عن محاولات لتضييق وجه النظام وتصوير الوضع في إريتريا بأنه نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب القاعد تمر به كل المنطقة هو الذي يدفع الشباب الإريتري بالخروج من إريتريا واللجوء إلى دول الجوار أو يعني قطع المحيطات والوصول إلى أوروبا. هذا الأمر يحتاج لعدد من الأدوات اللي يعني من خلاله يستطيعون العمل به سواء كانت داخل الأوساط العربية أو الإريترية أو العالمية. في الفترة الأخيرة ظهرت بعض المحاولات لهذا الأمر، واعتقد أنه النظام عنده بعض الشخصيات الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نعم. الآن يتم إعدادها لكي تلعب أدوار من أجل محاولات تبييض وجه النظام سواء كانت في الصحافة الغربية أو يعني بشكل متقن ومركز محاولات التعمية والتغبيش للصورة الموجودة في إريتريا وإيجاد يعني أو رسم صورة أخرى منها تخويف هذه الدول أو يعني الشخصيات المؤثرة في وسائل الإعلام العالمية إنه إذا حدث أي تغيير داخل إريتريا يمكن أن يكون كارثة كبرى للمنطقة، لأنه القوة البديلة التي سوف تأتي لا يمكن أن تكون يعني تحقق مصالح الاستقرار، مصالح الدول والاستقرار في المنطقة. لا نريد تسمية أشخاص بعينهم أمال، ولكن أعتقد أنه الإريتريين في كل مكان من خلال خبراتهم الطويلة وتجربتهم الواسعة في مقاومة الاستعمار والاحتلال الأثيوبي ومقاومة العهد الوطني الموجود الآن لهم قدرة على التمييز، ولكن يجب أن ننبه إلى أنه هذه المحاولات مكشوفة ومرصودة، وبالتالي من الأفضل أنه على هؤلاء الأفراد نعم. أن يحددوا خيارهم وموقفهم نعم. لصالح الديمقراطية والتعددية والسلام في إريتريا وليس عكس ذلك. نعم بالتأكيد جمال، هذه ظواهر يعني مرتبطة دائما بمرحلة انهيار الديكتاتوريات ونشهدها في كل مكان، يعني محاولة تبييض وجه النظام كما قلت. يعني ما هو يعني سيء أو مسيء لمعاناة الشعب الإريتري ومأساته هو يعني هذا التباهي بإنجازات وهمية، وهذا التباهي يعني الغير حقيقي من أجل ومحاولة ذر الرماد في العيون من أجل أن يقول نشطاء النظام وعملاء النظام بأن النظام يعمل كذا وكذا من أجل إريتريا. وهذا شيء يعني تجاوزته معاناة الشعب الإريتري، وتجاوزته أجساد الشباب الذين يلقون حتفهم في البحار، وتجاوزته يعني آلاف الأجساد التي يعني دفنت في السجون والتي يعني ما زالت هناك في سجون النظام. جمال وكل بيت إريتري يعرف تماما ما هو هذا النظام، ولن يعني تنطلي هذه الحيل. جمال، من المؤسف أن هذا اللوبي الذي يعمل على تبييض وجه النظام يستغل وجوده في أماكن يعني أو مواقع يستطيع من خلالها الوصول أو يعني الوصول إلى جهات أجنبية ومحاولة بيع هذا النظام. كيف يمكن أن يعني نرفع مستوى الوعي بهذا الشيء؟ يعني نوع من المقاطعة، نوع من المواجهة لمثل هذه الحملات الدعائية السيئة التي يقوم بها هؤلاء العملاء وجهازي النظام. نعم أمال، الآن خلال الأسبوع الماضي أمامنا تجربة لإريتريا تمتع بالديمقراطية وبالحقوق المدنية. رفع قضية ضد صديقة للإريتريين وصديقة للديمقراطية في إريتريا، ولكنه فشل، وده ما حدث في هولندا ضد السيدة الناشطة والدكتورة مريم. التضامن الذي حدث ومد الدكتورة بعدد كبير من المعلومات والصور والوثائق من خلاله أثبتت
إنه ما يدعيه هذا الإنسان غير صحيح، وبالتالي يعني المحكمة حكمت لصالحها. هذه المعلومات التي بثت من خلال مواقع النت وتم تسليمها للسيدة يمكن أيضا أن نستخدمها كنموذج من خلال بث أكبر عدد ممكن من الوثائق والإشكالات والممارسات اليومية للنظام الإريتري، ويمكن فرملة مثل هذه المحاولات لتضييع النظام. أخبث هذه الطرق التي تمت والتي لاحظتها الآن إنه محاولات تصوير معسكر ساوى سيء الصيت وإبرازه وكأنه مدرسة وديعة ومكان نظيف وإلى آخره. هذه المحاولات محاولات مكشوفة، أعتقد يمكن التصدي لها من خلال التقارير العالمية التي تحدثت عن أنه هذا المعسكر يتم فيه بشكل ممنهج انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك لحقوق المرأة، انتهاك لمستقبل أو القضاء على مستقبل الشابات والشباب الأريتريين. أعتقد يعني هذه المحاولة يمكن أن نتصدى لها من خلال الكشف أكثر وأكثر عن ماهية هذا المعسكر الذي يستخدم كما قلت لانتهاك حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يستخدم كمركز لزعزعة أوضاع منطقة القرن الأفريقي من خلال تدريب يعني تنظيمات ووجهات لا تمت إلى مصالح الشعب الإريتري بسلامة. نعم بالتأكيد جمال، هذا هو يعني ما نستطيع أن نفعله نحن في قوى التغيير، وكل محبي الشعب الإريتري وكل من يسعى إلى تحقيق العدالة على أرض هذا الوطن الحبيب وهزم هذه الدكتاتورية التعسفية القمعية التي استنزفت يعني دماء الشعب الإريتري وقواه ومصادره وثرواته وكل آماله وطموحاته. يعني لا بد أن نحاربها بوعي أكثر وبحماية حملات توعية ونشر هذا الوعي بين الشباب وبين كل فئة الشعب الإريتري. جمال، أشكر لك مساهمتك معي دائما في صوت المنتدى، وأشكر لكم أعزائي المستمعين حسن المتابعة في هذه الفقرة. جمال، تحية لك أمال وتحية للمستمع الكريم، والنصر قادم لا محالة، نراه بعيدا ولكن إن الله قريب. أحبابنا دق الجدار بالحق لنصنع مجدنا. أحبابنا دق الجدار بالحق لنصنع مجدنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لن يختفي وضح النهار في أرضنا. أحبابنا
أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حوار المنتدى. ضيفي في هذا المساء هو المناضل منجست آب أسمروم. والمناضل منجست آب أسمروم التحق بمسيرة التحرير في بدايتها، حيث ترك تعليمه الجامعي في جامعة أديس أبابا في فترة الانقلاب التي جاءت بنظام الدرك إلى سدة الحكم في إثيوبيا، وذلك في نوفمبر عام 1974. انضم إلى صفوف مناضلي جبهة التحرير الإريترية. شارك في مجالات مختلفة في العمل النضالي، ومنها مساهمته في مدرسة الكادر بالجبهة. في عام 1989 كان في عضوية المجلس الثوري في المؤتمر الذي عقد للمجلس الثوري لجبهة التحرير الإريترية، ومن ثم في عام 1997 جاء كعضو في اللجنة التنفيذية للمجلس الثوري. في عام 2008 كان أحد مؤسسي حزب الشعب ومن قيادي تنفيذيته، وكذلك رئيس الجهاز الإعلامي فيه. عام 2010 شارك المناضل منجست آب أسمروم في مشروع الوحدة مع الحزب الديمقراطي الإريتري بقيادة المناضل مسفن حجوز والمعروف ب EDP، وكان عضوا في مركزيته. ومنذ عام 2012 تقلد وما يزال منصب رئيس حزب الشعب الإريتري الديمقراطي والمعروف اختصارا ب EPDP. أهلا ومرحبا بك ضيفي الكريم في حوار المنتدى. شكرا، أهلا وسهلا. يا هلا بك. أهلا بك المناضل منجست آب أسمروم معي اليوم، ويشرفني أن تكون معي اليوم، ونحاورك اليوم في حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. أين يقف هذا الحزب اليوم في العمل المعارض؟ ونتحدث أيضا عن المشهد السياسي في إطار المعارضة والداخل. في البداية، هل حدثتنا قليلا كيف يسير حزب الشعب الديمقراطي اليوم في إطار العمل المعارض؟ الحزب الشعب الديمقراطي قاعد يتحرك في المجالات مختلفة. نعم. في يولي 2015 كان عندنا المؤتمر الثاني في ألمانيا وإثيوبيا، وأثرنا قيادة بعدد 37 نعم. القيادة. وفي القيادة برضو دخلنا الشباب والنسوان. نعم. وحاسة قاعدين نتحرك دبلوماسيا في أوروبا. أنا كرئيس الحزب في أشهر الخمسة الماضية التقيت بوزارة الخارجية النرويج والسويد، وحس كمان في بريطانيا مع وزارة الخارجية البريطانية. نعم. وفي مجال التنظيمي قاعدين نعمل اجتماعات مع أعضاء والجماهير في مختلف بلدان. نعم. ووضعنا برضو كويس مع بطال، وبرضو لقاءات عندنا مع التنظيمات المعارضة. نحن كتنظيم شاركنا في نيروبي. نعم. وفي فرانكفورت في وركشوب بتاع فرانكفورت. نعم. نعم، سنتحدث عن ذلك. نعم، ولكن قبل أن نخوض في التفاصيل، يعني حزب الشعب موجود في الساحة منذ فترة طويلة، ويعتبر إلى حد ما رغم ما مر به الحزب كما نعرف من انقسامات وخروج بعض القيادات عنه وغير ذلك، ما زال موجودا ومتماسكا، ولكن أداؤه لم يكن ربما بالمستوى المطلوب. ما رأيك؟ سؤال ده سؤال صعب هو. نعم، إلى حد ما نلقي الضوء. تفضل. زي ما أنت قلت، كان حصل الإنشاء في داخل الحزب مرتين أو مرتين. الإنشاء الثاني يعني ما كان إنشاء كبير يعني. نعم. كان بعض الناس من القيادة وعدد قليل من القاعدة. نعم. انفصلوا من التنظيم يعني.
دي هو اللي حصل مع مجموعة أماني الحبتة. نعم. لكن الانفصال الكبير كان، الانشقاق الكبير كان عندما أدحانوا بتنظيم يعني تنازل على الوحدة. نعم. ودي كان عنده تأثيرات سلبية، لكن التنظيم قدر يعني نعم. قدر عشان يواصل عمله يعني بدون نعم. بدون تجاوز الأزمة. تجاوز الأزمة. نعم بالتأكيد. يعني هذا يعني خليني أسألك إنه إيه المرتكزات الأساسية التي يقف عليها الحزب والتي ممكن أن يختلف معها مع الذين انشقوا عنه وتضعف مشروع الوحدة؟ يعني أنتوا في الحزب يعني إيش أهم حاجة عندكم اللي ما بتخليكم تتنازلوا أو تقفون يعني وتتجاوزون الانشقاقات؟ بس نحن كتنظيم نؤمن بالتعددية. نعم. ونؤمن أيضا بالديمقراطية. لازم القيادات أو القرارات تجي بأصوات نعم. أعضاء القيادة وأعضاء التنظيم. نحن نؤمن أيضا بشكل إداري، ما نقول نحن عندنا مركزية يعني الشعب الإريتري عنده تعدد الثقافة واللغة والكذا. عشان كذا ما ممكن ندير البلد من مركز واحد. نعم. نحن نؤمن بتكوين مظلة يندم فيها كل المعارضات، ولكن الاتفاق لازم يبدأ على البرنامج الأدنى. نعم. لأنه في معارضة الإريتريا في تنظيمات دينية، في تنظيمات إثنية، في تنظيمات علمانية. فما ممكن أن نكون تنظيم واحد، لكن ممكن نعمل مظلة ونتفق على البرنامج الأدنى ونشتغل مع بعض ضد النظام الدكتاتوري الإريتري. بالتأكيد. نعم. قبل أن ندخل إلى نيروبي ومخرجاته، أريد هنا في مسألة الانقسامات أو حتى ما يحدث داخل الحزب بعد مؤتمركم الثاني الذي عقد في هذا الصيف، صيف العام الماضي. يعني بعد حدث أثار كثير من التساؤلات، وهو خروج المناضل مسفن حاجوس من التنفيذية وتحوله إلى عضو عادي في الحزب. يعني هل لك أن تحدثنا قليلا لو سمحت عن هذا الموضوع وما أسبابه، وهل يوجد خلافات بينكم، وإن وجدت ما طبيعتها؟ أيوة، مسفن ما كان عضو التنفيذية، هو كان عضو اللجنة المركزية يعني. نعم. وهو انسحب من القيادة، وهو لسه باقي التنظيم. ما انسحب من التنظيم، هو انسحب من القيادة فقط. نعم. ودي برضو حق له يعني. في الدستور بتاعنا واحد عنده الحق عشان ينسحب أو يختار في القيادة يعني. نعم. فهو اختار عشان ينسحب من القيادة، لكن ما في خلاف كثير بيننا وبينه. وعشان كده هو ما انفصل من التنظيم. في مجال في رؤية التنظيم، في برنامج التنظيم ما عندنا خلافات. نعم. في بعض القضية ممكن هو حيكون له رأي كيف نعمل. نعم. ونحن برضو حيكون لنا كيف نعمل في أسلوب التعامل مع أشياء يعني. نعم.
لكن في الأهداف ما عندنا اختلاف. نعم. وكيف تتعاملون مع هذا الموقف من المناضل مسفن حقوس، وهو يعني مناضل له اسم وله يعني تأثير، وكونه أن يعني يكون هناك خلاف في إدارة التنظيم أو في إدارة بعض المواقف، يعني كيف تتعاملون معها؟ هل يمكن أن تؤثر على كونكم من مدرستين مختلفتين في أن تضيف يعني أو تؤثر أو تخل بعمل التنظيم أو الحزب؟ أيوة، نحن من مدرستين مختلفتين، يعني مدرسة الجبهة ومدرسة الجبهة الشعبية. فالاختلاف دي ما حتزيل بسهولة يعني. أخذت سنوات يعني عشان تصل إلى هذا المرحلة. نعم. لكن مع المرور مع التعارف من قرب في أشياء قاعد تزيل وفي أشياء لسه باقية، ونحن نفهم الأشياء دي، وحنحاول نعمل عشان نزيل كل الخلافات اللي موجودة فيما بيننا. وإذا ما أزيلنا كمان حنعمل حنتفهم كيف حندير الاختلافات. بالتأكيد. نعم. دعني الآن أتحدث معك عن مؤتمر نيروبي، والذي جمع عدد لا بأس به من التنظيمات المعارضة، وأنتم شاركتم فيه. أريد من وجهة نظرك كرئيس للحزب أن تعطيني رأيك في هذه الخطوة، كيف تقيمها وكيف تراها في إطار العمل المعارض؟ الاجتماع نيروبي كان ناجح برأيي. وفي نيروبي نحن ناقشنا المواضيع الأساسية، يعني إيش هو نقاط الضعف بتاع النظام، والنقاط القوة بتاعته، ونقاط الضعف والقوة بتاع المعارضة. نعم. وإيش حيحصل، الاحتمالات الممكنة بعد إسقاط النظام. السيناريوهات ناقشنا فيها، عند الأخير قلنا إيش حنعمل، كيف نقدر نحن كمعارضة نشتغل مع بعض، وكيف حيكون لنا رؤى واحدة ضد النظام. وبرأيي كان اجتماع ناجح وما كان عنده مشاكل. ما كان إذا كان خلافات في الرأي أو اتفاقات في الرأي، بل ما كنا كومبيت في مناصب يعني. نعم. إذن يعني من خلال مخرجات نيروبي والاتفاق على العمل سويا، أيضا خرجت لجنة للتنسيق وأنتم لكم عضو في هذه اللجنة. برأيك يعني ما هي الخطوات المستقبلية التي ستساعد على تعزيز العمل المشترك، يعني وكيف تقيم إلى الآن بعد نيروبي إلى الآن يعني ما يحدث في الساحة؟ اوكي. ايوه، في نيروبي يعني كونا لجنه المؤقته وللاتصال قلنا، ومهمتها هو اولا شرح ما حصل في نيروبي للجماهير، والثاني هي حتعيد ورقه يعني برنامج ادنى مسوده للاجتماع القادم بتاع التنظيمات. والمهمة الثالثة هي حتلتقي أيضا مع التنظيمات اللي ما حضروا في المؤتمر بتاع نيروبي. وهي عملت إلى الآن التقت مرتين، وحتلتقي أظن في المدى القريب. نعم. النتائج بتاع نيروبي كان إيجابية، والناس يعني عندها عمل عشان التجربة دي تنتشر يعني. نعم بالتأكيد. وفي ناس برضو يعارضوا اللقاء، ولكن المعارضين يقولون إحنا ما اشتركنا في نيروبي، ما
دعينا نحن أقصونا كده كده يقولون، لكن بعد ما اللجنة تلتقي معاهم أظن نعم المشاكل دي حتزيد. نعم بالتأكيد. دعني أيضا يعني أسألك، هل ترى أنت وأنتم في حزب الشعب ضرورة وجود شكل جامع للمعارضة الآن لتوحيد الجهود؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك حديث عن كما يقال أمبريلا جامعة للعمل المعارض؟ أيوة، الهدف النهائي هو عشان نعمل أمبريلا، مظلة واحدة لكل المعارضين. حزبنا يؤمن بتكوين هذه المجلة، ومن البداية من 99 نحن قلنا كمجلس الثوري مساعد أيضا تكوين المظلات يعني. نعم. فحسا كمان كحزب الشعب الديمقراطي نحن نؤمن بوجود مظلة يجمع كل المعارضين ضد النزاع. نعم. وحنعمل كله فيما وسعنا يعني لإنجازه يعني. نعم. نتمنى ذلك. دعني قبل أن أنتقل معك للحديث عن النظام في إريتريا، ذكرت لي في بداية اللقاء أنكم في الحزب وأنت تقوم الآن بجولات على صعيد التفعيل الدبلوماسي للعمل المعارض مع دول أخرى، والتقيت بوزارة الخارجية في عدة بلدان. ما هي يعني الرسالة التي تنقلها إلى هذه الدول، وما هي وجهة نظرهم يعني، وكيف ينظرون إلى العمل المعارض؟ نحن الرسالة اللي قاعدين نوصلها إلى أصدقائنا في الخارج هو أولا عشان يساعدوا أو يقفوا إلى جانب الشعب الإريتري وتنظيماته المعارضة. نعم. وعشان ما يساعدوا النظام الديكتاتوري في إريتريا، ونشرح لهم عن الوضع أيضا اللي قاعد تخلي الناس يلجؤوا بعدد كبير إلى أوروبا، ونحاول عشان نقنعهم عشان ما يرجعوا اللاجئين دي إلى بلدهم. نعم. وثالث عشان يدوا المساعدة أيضا للاجئين الإريتريين المتواجدين في إثيوبيا، في السودان، في اليمن. نعم. في الدول الجوار. وكيف هي ردود الأفعال من جانبهم؟ هم بيقولوا حنساعد يعني حنساعد اللاجئين. نحن حسا عندنا مساعدات يعني قاعدين نقدمها للاجئين المتواجدين في دول الجوار. نعم. والمساعدة اللي قاعدين نديها لإريتريا هي مساعدة للشعب ليست للحكومة. فحنستثمر المساعدات في مجال الطاقة الشمسية والخلق أعمال للإريتريين. كده هو. نعم. 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 من هنا يعني نذهب إلى الداخل، إلى إريتريا. اليوم يعني النظام يحاول كما قلت أنت، حتى يعني بعض الدول الأوروبية تحاول أن يعني يعتقدون أنهم بدعم مشاريع تنمية داخل إريتريا يفتحون فرص ويقللون من نسبة اللجوء، وخاصة أنه النظام دلوقتي يستغل هذا الموضوع ويقول أنه اللاجئين يعني يذهبون بسبب ظروف اقتصادية لإيجاد فرص عمل، من خلال دعم مشروعات التنمية يمكن خلق فرص العمل كما قلت. أنت كيف ترى النظام يعني اليوم؟ هل هناك فرصة أن يستمر هذا النظام بسبب هذه التطورات الجديدة؟ وما هي آفاق التغيير؟ النظام ما يقدر يواصل بهذه الطريقة، لأنه الانهيار قاعد يحصل في كل المجالات، في الاقتصاد، في السياسة، في علاقة مع الدول الجيران. نعم. النظام لسه ما غير الاتجاه بتاعته، حتى لو ودوه المساعدة
نعم. إذا هو ما غير أسلوب التعامل مع قوى المعارضة بتاعته ومع الدول الجوار، ما حيجيب تغيير. تغيير يعني. نعم نعم. فأنا مش متشائم يعني لو الدول المساعدات دي ما حتغير طبيعة النظام في إريتريا. نعم بالتأكيد. ولكن الأوروبيين خايفين من كثرة الناس اللي قاعد تلجأ إلى أوروبا وعاوزين يحلوا مشاكلهم، وهم حسا ما بيهتموا كثير إذا النظام هو ديكتاتوري أو ديمقراطي. هم عاوزين يوقفوا نعم اللجوء. طبعا بالتأكيد. وهنا يعني ما المفروض أن نفعله في العمل المعارض؟ رؤيتكم أنتم في الحزب، ما هي الخطوات الآنية الحالية التي تساعد على يعني تعجيل بإسقاط هذا النظام والتغيير؟ أولا نحن نعجل عملية الوحدة بتاعنا. نعم. المعارضة، لأنه إذا ما عندنا صوت واحد وتحرك واحد في هذا الوقت، نحن نقدر نعجل الأمور بتوحيد صفوفنا وبتكوين يعني مظلة واحدة. نعم. وواحد صوتنا. نعم. ونلتقي يعني أيضا المعارضة الموجود في خارج يلتقي بالمعارضة الداخلية. نعم. وإذا عملنا كده ممكن إحنا نعجل التغيير. نعم. وطيب في يعني معارضة الداخل كيف ترونها؟ وهل أنتم في الحزب لكم تأثير أو وجود أو اتصالات مع الداخل؟ أيوة، نحن كحزب عندنا اتصالاتنا بالداخل. نعم. لكن نقول نحن دي ما كافية. ناس المدرك كمان حيكون عندهم اتصالاتهم بالداخل، والتنظيمات الأخرى كمان حيكون عندهم اتصالاتهم بالداخل. فلو كلنا اتفقنا واشتغلنا معا والتقينا بالداخل حنقدم الأمور للأمام يعني. نعم بالتأكيد. أيضا المناضل منجست آب، أريد أن أسألك يعني عن الدور الذي كان الناس يتخوفون منه بالنسبة لإثيوبيا عندما كانوا يتحدثون عن التغيير، والآن الوضع اختلف، وخاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد المنتدى أو المدرخ ولقائه برئيس الوزراء الإثيوبي، والتصريحات التي ربما ليست جديدة ولكن أكد عليها الجانب الإثيوبي من دعمه للتغيير، من أن يكون التغيير إريتريا بمعنى الكلمة وغيره. أنتم في الحزب كيف تقيمون ذلك، وكيف ترون دور إثيوبيا بالنسبة للتغيير السياسي في إريتريا؟ دور إثيوبيا زي ما قلت أنت، أنا ما شفت جديد مع لقاءهم مع المدرك. هم من زمان كانوا يقولوا بيأمنوا باستقلال إريتريا، وهم دايرين يأخذوا شبر من أراضي الإريترية. نعم. هم دايرين أيضا يساعدوا المعارضة عشان في تكوين نظام ديمقراطي في إريتريا. وبيقولوا ده شغل بتاع الإريتريين، ما شغل بتاع إثيوبيين، ولكن هم يتعاونوا مع المعارضة الإريترية. وأنا ما أشوف حاجة جديدة. نعم. هم عملوها مع مدرسة. حاجة الجديدة أنا شفتها هي درجة اللقاء كانت بين الإهودة والمدرخ. نعم. لما نحن المعارضة الباقية لما كانت تلتقي بين اللزنة وبعرف، ولكن ما حصل التقينا مع التنظيمات اللي كانوا يكونوا نعم الإهودة، التنظيمات الثانية الباقية. وما الجديد وما دلالات هذا اللقاء برأيك؟
دي هي تعتبر يعني خطوة إيجابية نعم نحو الإيمان، وده بيوري إنه النظام الإثيوبي قاعد مستعد عشان يتعامل مع المعارضة نعم كحكومة يعني. م. نعم. وأيضا هنا في العلاقة مع إثيوبيا، كيف هي علاقة حزب الشعب مع إثيوبيا؟ علاقتنا كويسة هي مع إثيوبيا. نحن عندنا مكتب في أديس أبابا، مهم. وعندنا مساعدات نلقاها من الحكومة مم. عشان نتحرك في إثيوبيا يعني. فعلاقتنا كويسة هي. نعم في عندنا خلاف في وجهة النظر يعني في مختلف الجوانب، لكن علاقة دبلوماسية كويسة بالنسبة لنا مع إثيوبيا. نعم. وعلاقتكم مع السودان، رغم أنه السودان موقفه واضح وهو يعني داعم للنظام، ولكن كيف ترون يعني دور السودان ومستقبل العلاقة معه؟ نحن والسودان يعني جيران يعني، والسودانيين كحكومة والشعب كانوا يؤيدوا الثورة الإريترية. مم. ففي السنوات الماضية القليلة دي النظام السوداني وقف مع النظام الإريتري، ومنع يعني أي تحرك المعارض في السودان. مهم. نحن نقول هذه الظروف حتفوز وحتزيل، ونحن والسودان حنقف نعم جنبا إلى جنب لبناء علاقة بيننا وبين السودان ترتكز على الجيران، نعم على على حسن الجوار. علاقة حسن الجوار. نعم بالتأكيد. الآن يعني الحكومة السودانية أو الأمن السوداني يعتقل رئيس تنظيم يعني هو المناضل حسين خليفة، وهي خطوة يعني جد مؤسفة. ما رأيك في هذا العمل؟ نحن ضد الاعتقال بتاع قيادة المعارضة يعني أيا كان، فالأسباب لسه ما عرفناها. نعم تقوله لسه ما واضحة، لكن نحن مع يطلق صراحة. وقدمنا ورقة كمان بتاعت ماريا، نعم يعني عملنا تصريح صحفي وقلنا لازم نعم المشكلة دي تحل نعم بسرعة، لأنه الاعتقال بتاع حسين معناها يعني مش فقط التعامل مع شخص واحد، يعني هو عايز رمز معروف ويعيد تنظيم نعم عنده أثر في الثورة الإريترية. ونحن كمعارضة ضد الإجراءات التي أخذته الآن الحكومة الأمن السوداني. الأمن السوداني. نعم بالتأكيد. إذا المناضل منجست آب أسمروم، في ختام هذا اللقاء أريد أن أترك لك المجال لأي رسالة تحب أن توجهها إلى من تريد. رسالتي هي أنا للشعب الإريتري وللتنظيمات المعارضة إنه وضعنا كالشعب والتنظيمات المعارضة يعني في وضع صعب. إذا نحن عاوزين نتخلص من المشاكل والإهانة اللي قاعدين نمر بها، لازم القوى المعارضة تتوحد رؤاها وتوحد أعمالها. نعم وأيضا الشعب الإريتري يقف ضد النظام ويؤيد التحرك بتاع التغيير والديمقراطي عشان نحن نتخلص من الوضع المأساوي اللي موجودين فيه. نعم بالتأكيد نتمنى ذلك، ونتمنى أن نلتقي بك أيضا في مجال يكون فيه العمل المعارض
في قمته ويكون التغيير قد حدث. أهلا وسهلا بك، شرفتنا في صوت المنتدى المناضل أسمروم منجست آب رئيس حزب الشعب الإريتري الديمقراطي. شكرا لك. شكرا لك يا أمال. شكرا. صوت المنتدى. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الساعة من صوت المنتدى. نشكر لكم دائما حسن متابعتكم لنا. لكم تحيات فريق الإذاعة صلاح الزين، جمال عثمان همد، يوسف بوليسي، ومعكم دائما في منتدى السبت أمال علي. أحييكم وإلى أن نلتقي الأسبوع القادم، ابقوا بخير وإلى اللقاء.